أهلنا أصحابنا وجيراننا هم دول أهل مصر. أرضه جنة زرع وغنى ليه حضارة كل عصر. رفع صوت الأذان وفي الشدة يبان وكنايس فاتحة باب وهم دول ولاد أهل مصر. ودلوقتي جه معكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. مساء الخير. مبدئيا لازم تفكر كده ان كل حاجه في الدنيا ليها نظام ومنطق، حتى الجنون. الاجانب عندهم جمله جميله قوي يقول لك ايه method to the madness، يعني حتى المجنون ليه نمط كده. ما ينفعش اي حاجه في الدنيا تمشي عشوائيه اطلاقا. حتى لو عايز تتكلم في التليفون انت واقف على الكوبري ملطوع وعايز تضيع وقت ربع ساعه، هدفك تضيع ربع ساعه، لازم تبقى جاهز بحاجات تكفي انك تضيع وقت ربع ساعه. ما بنعملش كده. تخيل معايا كده اي واحد بيمسك اي منصب في العالم، علمونا واحنا صغيرين كده، اي منصب مهما كان معقد عايز يعمل اي هدف لازم يبدا بخطوات معينه. لو سمحت ورقه وقلم كده عشان تكتبوها معانا، عشان الحاجات دي مهمه جدا، عشان اسالكم سؤال بعديها. اول حاجه الوضع الحالي، انت واقف فين بكل البلاوي والصعوبات والمشاكل والتحديات، التزامات ماديه زمنيه عليك بكل حاجه. نمره 2 الهدف النهائي، عايز تروح فين بالظبط بالدقه وبالتفصيل وبالتحديد ومعايير محدده لقياس النتائج اللي انت عايز توصل لها النهارده وبكره وبعد شهر وسنه و5 سنين. 3 ايه هو الموارد اللي معاك فلوس، معاك خامات، معاك معدات، معاك كروت علاقات، معاك بني ادمين، معاك معلومات، معاك تسهيلات، بواقعيه شديده بدون تهويل ولا تقليل. نمرة 4 الملعب اللي هتلعب فيه بقى، مين معاك ومين ضدك، مين هيدعمك ومين هيطعنك في ظهرك، الظروف والحكم والعوامل المساعده والمطر اللي هيبقى ضدك في الشوطين والارض اللي بتزحلق، كل حاجه. ونمرة 5 بقى السلطه والصلاحيه، ايه القرارات اللي تحت ايدك بجد، ايه القرارات اللي مش في ايدك خالص، تقدر تاثر عليها ولا لا، تقدر تخلي حد يقنعه ياثر عليها ولا لا، طنط كذا ولا انكل كذا ولا ايه بالظبط. بعد ما تعمل كده وقتها بس تقدر تفكر في خطط، استراتيجيات، توزيع مسؤوليات، قياده، فرق عمل، تنسيق، اداره مشروعات، متابعه تنفيذ، اتفاقيات، ضمان، التزام، مستويات خدمه بنسميها سيرفيس ليفل اجريمنتس، كاش فلو، تدفقات ماليه، تواصل اعلامي مع اي حد هيتاثر، تفهمه من الاول هيحصل ايه. مش كيمياء على فكره. شويه الكلام اللي انا قلته ده اللي هو شكله بسيط، هو فعلا بسيط. عايزك تبص حواليك لو سمحت وتشوف كده حوالينا مين بيعملها او عملها، وساعتها هتعرف اسباب الفشل الجميل الممتع اللي باين من اول لحظه لينا كلنا. بقالنا 30-40 سنه وبعد الثوره، وكل من كان ثورجي وكل من مسك سلطه وكل من قاعد في المعارضه، من اول النهضه لغايه محاولات الثوره الثانيه، كل حاجه بتضرب معانا. وتخيل لو طبقنا الكلام ده بنسبه 90% بس من مشاكلنا هتتحل تماما. بس اللي احنا لو عايزين، بس احنا لغايه دلوقتي ايه، اعتقد مش عايزين. حتى لو مش عارفين بس احنا مش عايزين. يعني كل واحد بيدور على ايه، حل الاسرائيلي الجميل اللي هو بتاع بني اسرائيل، فاذهب انت وربك فقاتل. احنا قاعدين هتتحل من السماء. ما علينا، عن نفسي افضل احاول وهجربها مع اي حد يبقى ضيف عندي، ده بيني وبينكم كده في السر كده. هتشوف لو اي حد بيجي لنا عنده خطه، طب هل في نيه نعمل خطه، ممكن نعمل خطه ولا لا، هتلاقي مفيش خالص. مساء الخير جميعا، احنا هنا من اهل مصر وتكلمونا كالعاده على 1700. بنستمتع جدا بمكالماتكم الجميله، وتبعتوا لنا على الاس ام اس 91170 وصفحتنا اللي هي من اهل مصر على الفيسبوك، وفريق العمل الجميل بتاعنا وسام عمار وعلي زلط وعلي عكيله وابراهيم ابو سليمه ومحمد مطاوع، ونورنا النهارده محمد مصلحي، وانا اسمي خالد حبيب. وتحيه خاصه بقى كمان للامهات تحديدا اللي هم في النوادي بيسمعونا، عشان في اكتشفت في امهات وقت التدريب فاتحين تدريب السباحه وبيسمعوا البرنامج وكلام من ده. والله يكون في عون المدربين نفسهم، لان الامهات بيدربوا المدربين غالبا، بيسلوا عليه ويقول لك الولد يا عيني يعني بيعوم، هو لسه بادئ نازل بسين اول مره امبارح، تقول لك الولد لسه ما بقاش اللي هو بيطير، والمدرب بيتحمل اي حاجه عشان طبعا الدرس الخصوصي بتاع السباحه. ما علينا، يوم جميل ان شاء الله، وهنتكلم في حاجات يعني مؤثره وممتعه، ونحاول نكون ايجابيين ودايما نحاول نلاقي حلول ان شاء الله مهما حصل. خليكم معانا من اهل مصر. ومكملين معاكم من اهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM.
اهلا بيكم مره تانية، واحنا لسه بنتكلم على التخطيط والخطط. في حد راح بعت لنا على طول على 9/11/70 وقال لك متى يتم تخطيط الشوارع بشكل حضاري، حارات مرور ومشاة ودراجات وخدمات. ليك حق وعين العقل كلامك. وعايز اقول لك في ناس تقول لك ايه، لا بس واصل والعدد كبير هو في رصيف اصلا. عايز اقول لك ان في بلاد كتيره جدا ألعن مننا ولا في رصيف ولا غيره، بس برضه بيخطط. ما هو ده الوضع الحالي. عندي كام عربيه وعندي كام ايه. عايز اقول لكم ان بلاد زي اليابان اساسا لو حسبت مساحتها بالمقارنه بعدد الناس وطبيعه الزلازل اللي عندهم، الناس دي تستنى الموت. الناس دي استغلت كل سنتي وعملوا حاجات رأسية بدل أفقية، وعملوا بيوت من كرتون، عملوا حاجات عبقرية. ان الحاجة الاختراع، بس احنا بنستنى. احنا عندنا الالحاح الاقناع. يعني مش ناوي اخترع ولا اعمل حاجة، لكن اقعد ازن لغاية لما ان شاء الله الناس يوافقوا لي على اي حاجة غلط وتمشي. ما علينا. بس كنت عايز اعلق لان كان في زي اعلان او حاجه اللي هي توعيه، وبعدين بيقول لك لما تقفل الموتور وكلام من ده. بس عايز اضيف حته من عندي عشان توفر الوقود. تقفل الموتور لو العربيه جديده لانج، لان لسه امبارح حاصله معايا. كنت مع سواق تاكسي ابن حلال كده، ووقف فعلا قفل الموتور، واول لما قفل الموتور يعني ما عرفناش ندوره تاني، فزقينا والواحد يعني اتبهدل فيها. معانا على التليفون استاذ نادر عبد الفتاح. استاذ نادر اهلا بيك معانا. ازيك يا خالد، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك، ازي حالك؟ انا عايز اقول لك ان انا يعني في صلاح سالم والدنيا مش زحمه، يعني نص العربيات واقفه. يا خبر ابيض. يعني من الجو الحر جدا، جو يعني رهيب. بمناسبه انك تبطل الموتور يعني. بمناسبه التخطيط كمان اللي انت كنت بتتكلم عليه. يعني احنا فعلا عايزين الناس تشتغل وتخطط احسن من كده. تمام. بس لازم نبدا بنفسينا. لو كل واحد بدا بنفسه صح مشاكلنا كلها تتحل. صح والله، عشان نحرج غيرنا كمان. يعني الواحد لما بيعمل اللي عليه بيقدر يعني يبص كده في وش اي حد يقول له ايه، انا عملت اللي عليا وريني انت كمان. انا فعلا حاسس ان الناس بقت عايزه يعني حد يحل لها مشاكلها، مش عايزه هي تحل. ان الله كل واحد في مصنع يعني لو كل واحد في مصنعه وفي شغله حتى اللي راكب العربيه لو ابتدى ان هو يحل بنفسه المواضيع هتكسر. بس انا اعتقد ان احنا داخلين على مشكله اكبر من كده. انا مش عايش في مصر. انا جاي في اجازه. تمام. وبقالي يمكن اسبوع. المشاكل عماله تكتر على الناس. ده اللي انا عمال احس. صح، هي عماله بتزداد تعقيدا واحنا قاعدين. يعني هي دي المشكله، احنا ما بناخدش اي خطوات عشان نعملها. شكرا جزيلا يا نادر، وان شاء الله تعدي زحمه صلاح سالم على خير، والعربيات اللي مبطله دي تدور بشكل طبيعي ان شاء الله. وعايز اقول لكم بس نقطه سريعه. النهارده كان في قصه اللي هي المؤتمر الصحفي بتاع اللي هي الحمله بتاع التمرد، وكمان كان في تعليق عليها قوي من وائل قنديل وناس كتيره مشجعه وناس مؤيده وناس معارضه وغيره. هم كان قبل كده قالوا ان هم وصلوا 15 مليون، بس النهارده قالوا الارقام الفعليه اللي هي 7 مليون تقريبا. وامبارح كان معتز دمرداش، الزميل معتز دمرداش الاعلامي المحترف بقى، مش زميل ولا حاجه، واكبر مني بكتير في القيمه وكده. فهو كان مستضيف الشاعر العظيم والعبقري احمد فؤاد نجم، فهو قال انا معاهم تماما، انا مضيت البتاع 16 مره لغايه دلوقتي. فمعناه احنا كده ممكن على بال 30 يونيو نوصل على الاقل 120 مليون مصري مضوا عليها. مش مشكله، مش هنختلف على الحاجات دي، لكن انا بس عايز اقول ايه، تخيل انت ال 15 مليون او ال 20 مليون الناس دي كلها لو موحده كلها ورا رايه حزبيه واحده بخطه وهدف، الناس دول يعملوا ايه في انتخابات مجلس الشعب اللي المفروض تتعمل ان شاء الله. ولو كلهم ليهم خطه واحده، دول اكتر على فكره من انتخبوا الدكتور مرسي وانتخبوا الفريق احمد شفيق الاثنين. نخلص كل حاجه بس خطه، بلان يا شباب، نعمل خطه. ليكم معانا من اهل مصر، ومكملين معاكم من اهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. مساء الخير مرة تانية. احنا معاكم دلوقتي ومعانا ضيف مهم جدا وعزيز علينا جدا، دكتور أسامة كمال محافظ القاهرة. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك دكتور أسامة. طبعا كان اول انطباع لما قلنا ان حضرتك هتبقى ضيفنا، ناس كتيره جدا قال لك احنا بقى عايزين نسال بقى، وحضرتك الماسوره اللي في شارع كذا ومش عارف الركنه مش عارف فين. لكن انا وجهه نظري متواضعه جدا ان الموضوع اكبر من كده بكتير جدا واعمق من كده بكتير، وان احنا محتاجين تخطيط شامل لمشكله المشاكل القاهره العظيمه اللي عدد سكانها غير طبيعي، وما اعتقدش احنا عندنا قاعده معلوماتيه كافيه او غيره. فانا اسال حضرتك توليت المسؤوليه، الصوره كانت قدامك عامله ازاي وخطتك عامله ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يسعدني وجودي في راديو مصر يعني، والف يعني تحيه وسلام للساده المستمعين في كل مكان.
الحقيقه هو من الغلط الشديد ان الواحد يغرق في التفاصيل. تمام. طبعا لما انا يعني جيت في محافظه القاهره من حوالي قرابه 9 اشهر، عندنا تفاصيل كتيره، عندنا مشاكل مرور، عندنا مشاكل نظافه، الباقي لينا عشوائيات، وممكن يعني انا اقول والساده المستمعين يقولوا اكتر مني. فمشاكل كتيره جدا، فمشاكل دي لازم تتحل، فلابد ان احنا نشتغل فيها، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان احنا نشتغل على الحاجه الانيه اللي هي بنصحى الصبح نلاقي ماسوره اتضربت، او لابد يبقى عندنا رؤيه. تمام. فاحنا حاولنا ما نغرقش في التفاصيل. تمام. وفي نفس الوقت مع اهميتها وان في ناس شغاله فيها، ونحاول نحسن ونجود على قد ما نقدر. وفي نفس الوقت لابد يبقى عندنا رؤيه للقاهره فيما الفتره القادمه. ما ينفعش نشتغل بدون رؤيه، ما ينفعش نشتغل بدون خطه. لان انا لو قعدت كل يوم اشوف الماسوره والقمامه والمرور على اهميتهم الشديده. تمام. يعني يوم النهارده كان من ايام المزدحمه جدا، وكان عندنا مشكله على كوبري السيده عائشه. انا يعني عندنا في مشاكل صرف هناك. انما يعني لابد يبقى كان عندنا رؤيه، فاشتغلنا على الرؤيه. حقيقه جبنا مجموعه متخصصه تشتغل على رؤيه القاهره، وسميناها القاهره 2030. تمام. لان طبعا عشان تخطط لسنه او اتنين، ما حدش بيخطط لسنه او اتنين، وفي نفس الوقت يعني ما ينفعش برضو ان انا اقول 2050 يعني. تمام. احنا ناخد هي بعيده قوي. بعيده قوي، بس برضو زي ما حضرتك قلت ان في عندنا زي ما تقول محتاجين حلول ملحه لمشاكل بالظبط. يعني احنا نقول 2030 ويبقى عندنا متفقين مبدئيا ان احنا هنجزئها بقى. اول جزء هيبقى نهايه 2014، فيبقى عندي سنه ونص من دلوقتي اقدر احقق، لان الحقيقه مشاكل متداخله وبتاخد يعني انفاق كتير، فلوس كتيره، وبتاخد وقت. يعني عشان اعمل طريق رئيسي، او عشان خاطر اعمل كوبري، او عشان خاطر حتى اشتري اتوبيسات ببنين قانون المزايدات والمناقصات، واعمل مناقصه واطرح وردوا اتوبيسات على مراحل، لانها ما بتجيش مره واحده. يعني حضرتك عندك مبدئيا في تحديات في الموارد، وبعدين تحديات كمان في السلطه او الصلاحيه، لان في عناصر كتيره متداخله. صحيح. صحيح. النقطه المهمه جدا الرؤيه دي. وعندي مشاكل في البشر جوه وبره، الامكانيات والقدرات والمهارات. لا جوه وبره. يعني الهيكل اللي انا شغال بيه طبعا مع ضعف المرتبات، مع يعني يوجد اكيد في جزء فساد بنحاول نسيطر عليه قدر الامكان. بس هو جزء موجود. احنا دايما بنسمع كلام كتير قوي على فساد في المحليات، اللي هي العنصر الاساسي بنسمع عنه كتير. فساد في المحليات في جزء. اولا لازم نقول ان في مجموعه نشطه ومخلصه وشغاله وبتبذل مجهود كويس. وعندنا مجموعه تانية فيها فساد، ويعني والمحليات يعني تاريخيا مشهور بالفساد، زائد ان في ناس شاريه دماغها. يعني تمام. في ناس يعني هو مش فاسد، انما يعني الامور عنده تستوي. اشتغلنا زي ما اشتغلناش، وهكذا. لان زي ما حضرتك قلت برضه ما بين المرتبات ونظام الحوافز مش مرتبط بانتاجيه حقيقيه. بالظبط. ما فيش يعني كان يعني مما يقال يعني انتاجيه الموظف المصري بضع دقائق في اليوم. يعني عدد بسيط قوي من الدقائق. بالظبط. فطبعا كل دي ده يعني ده ميراث موجود، لابد انك تتعامل معاه. بره بقى طبعا عندنا الناس ليها طلبات، ويعني وكثير من الطلبات دي مشروعه وبعضها غير مشروع، زي شغل البلطجه والتعدي على اراضي الدوله والكلام ده. واحنا ما عندناش آلية تقدر في الوقت الحالي تفرق قوي ما بين النوعين. يعني ابتدينا نفرق. يعني هو كان لغايه فتره قريبه كان كله يعني داخل في بعض ومختلط الحابل بالنابل، لكن لا دلوقتي ابتدينا يعني نميز، وابتدينا نقدر نقول ان لا ده طلب مشروع وده طلب غير مشروع، وان انت لما بتاخد الحاجه ديت فانت بتجور على حقك، الحق مش حق الدوله. هل ده كان مبني مثلا ان حضرتك بدات تكون زي قاعده معلومات مثلا تبني عليها، ولا ايه؟ لا، هي الحاله السياسيه عموما كان زمان ان كل حاجه مشروع، حقك مشروع، حقك مشروع. لا حقيقه لا، في ناس فيها ناس طلبها غير مشروع. تمام. لا بس عشان حضرتك بدات تقدر تفرق ما بين المشروع وغير المشروع، كان بناء على قاعده معلومات او اسلوب تحريات معين، ولا ايه؟ لا بناء على الحاله السياسيه بتاعت البلد. يعني في فتره معينه كله مشروع، وكله بيقفل الطريق، وكله يعني اي حد بيجرى له اي حاجه سواء كانت الدوله سبب فيها او مش سبب فيها بيطلع يقفل الطريق. طيب احنا هناخد فاصل صغير ونرجع تاني ان شاء الله بعد الاذان كمان ان شاء الله، وارجعوا لنا من اهل مصر. وزي ما احنا قلنا مشاكلنا ملحه وعاجله ومتعبه. عراء علي زلط زميلي بيقول لي احييني النهارده موتني بكره. الناس مستعجله يا دكتور اسامه. وحد باعت بيقول لك مثلا على الدائري دلوقتي يعني عايز اروح معايا سياره فيها نص التانك ورايح الهرم، اغيثوني ما الحل؟ الناس على طول عالقه في الشوارع. حضرتك وصفت لنا مدى صعوبه اتخاذ القرار، لكن الناس محتاجه حلول غير تقليديه وصارمه وحازمه. ما الحل؟ حضرتك عايز نتكلم على مشكله المرور كمثال؟ كمثال. هي مشكله المرور حضرتك عايزه دايما العواصم المزدحمه في العالم كله بتلجا حل المشكله عن طريق النقل الجماعي. اساس حل المشكله ان احنا نلجا للنقل الجماعي. صح.
تبقى عندك البيت فيه اكتر من عربيه، وممكن احيانا يبقوا نازلين اماكن متقاربه فبينزلوا بالعربيه. طبعا كون البنزين والكلام ده مش هيعجب الناس، كون البنزين مدعوم والكلام ده برضو بيشجع على ايه، ان الناس على الاستهلاك او الكلام ده. فاحنا دلوقتي لابد ان نلجا لمنظومه النقل الجماعي. منظومه النقل الجماعي فيها كذا عنصر، فيها اتوبيس نقل عام مريح، فيها مترو انفاق، فيها نقل نهري، فيها مترو اللي هو ارضي يبقى برضو يعني مقبول يعني. الاربع حاجات دول احنا يعني بنشتغل على الاربعه في نفس الوقت. احنا بصدد يعني في اجراءات لشراء حوالي 900 اتوبيس، 800 كبار، اتوبيس حجم كبير، جزء منهم مكيف جزء منهم مش مكيف. بس في نفس الوقت احنا عندنا ضغط الزحام الغير طبيعي في الشوارع، فالحل ده برضو هيصطدم بعراقيل في التطبيق الفعلي على الارض. لا بالعكس، هو لما يبقى اتوبيس مريح حضرتك ويبقى الموضوع متنظم كويس ويبقى عندي وسائل مواصلات مريحه، الناس هتلجا في افكار تانية بتبقى تستتبع ده. انا ممكن اقفل مناطق معينه، ممكن اعمل فيز معينه على ممكن على العبور من اماكن معينه بالظبط، ليها في معينه يعني العالم كله مشي في هذه الامور. نقله المترو الانفاق الواحده، يعني لو انا في مكان جنب المترو اقدر اركن فيه عربيتي وانزل اخد المترو. يعني اهل المعادي بيوصلوا لغايه اي محطه من محطات المعادي ويركبوا المترو وينزلوا وسط البلد ويرجع تاني. ومشروعات امتداد المترو لمناطق اخرى زي 6 اكتوبر بالظبط. عشان كده انا قلت ان يعني المترو احنا بنتكلم بالنسبه زي ما بنقول ايه الفيكلز اللي هي العربيات اي حاجه سياره، في طرق وفي بقى في مشاريع طرق وفي وزي ما قلت في نقل نهري. فاحنا دلوقتي في حوالي 900 اتوبيس في الطريق. انا بقول في الطريق يعني مش جايين بكره، انما مناقصاتهم شغاله، مناقصاتهم شغاله. في 300 وفي 600 تانيين هيجوا. والنقل النهري في مناقصه شغاله، النقل النهري يعني شغاله مع وزاره الماليه. يبقى ناقص اكتر من كده بعد كده الاستجابه للمواطنين ان هو يغير اسلوب حياته، انك تعمل بالظبط، انك تعمل آلية. انا عايزين بنفكر في تذكره موحده، بس دي كلها حضرتك حلول هتاخد وقت. دي كلها حلول هتاخد وقت. في حلول قبل كده انا بقولها بس لازم اقولها دايما، ان أنا لابد ان انا اوقف الهجره للقاهره وبشكل حضاري جدا. ان انا عايز انمي الاقاليم، بحيث ان انا عايز اوقف القدر الخير. لابد الحنفيه دي لابد انها تقف، لان انا ماشي في حلقه مفرغه، عمال احل والناس عماله تزيد، ودي محتاجه شغل مع المحافظات الاخرى كمان، خلق فرص عمل هناك. وده الحل اللي ينمو بالبلد كلها. يعني مش معقول، يعني انا عايز يبقى عندي شبه القاهره. مش هقول القاهره ما فيش زيها طبعا لانها العاصمه، انما عايز يبقى في عواصم او يعني محافظات. بس ما بقتش حلوه والله القاهره، ما بقتش حلوه. ما هي ان شاء الله لما الحنفيه تتقفل هتبقى حلوه. نرجع لكم تاني بافكار تانية مع سياده المحافظ الدكتور اسامه كمال بعد اذان المغرب ان شاء الله، بعد الاذان والاعلانات. هنرجع لكم ان شاء الله بعد الموجز يا جماعه، ما تروحوش بعيد قوي. يعني احنا قاعدين هنا مش نروح القهوه ولا حاجه، خليكم معانا. رجعنا مره تانية ومعانا ضيفنا العزيز دكتور اسامه كمال محافظ القاهره، وكنا بنتكلم هنقفل سريعا الجزء بتاع الحلول اللي هي العاجله بالنسبه لازمه القاهره. حضرتك قلت كمان هيبقى في نوع من التوسع يمكن كمان في النقل النهري او حاجه زي كده. نعم صحيح، تمام. في مناصر النهري هنا عندنا حوالي 16 مرسى من اول قناطر الخيريه لغايه حلوان. تمام. زائد طبعا عندنا اسطول نقل نهري متهالك، فاحنا هنطرح مناقصه يبقى فيها اتوبيسات سياحيه اللي هي هتبقى دورين، يعني نقل نهري سياحي. تمام. واللي هي هتبقى دور واحد بس، اللي هي هتبقى النقل اللي هو النقل الطبيعي، يعني نقل يعني الركاب. وهيبقى طبعا فيها تطوير للمراسي، وهيبقى شكل تاني خالص ان شاء الله. في دايما كنا بنتكلم على بنشوف في بلاد تانية او مدن اخرى من المدن الكبيره ان في التخطيط نفسه المدينه من ناحيه مثلا مصالح في اماكن معينه، خدمات، مدارس. ده صعب قوي التحقيق في القاهره ولا ايه؟ لا بالعكس، يعني يمكن تم الاعلان عن ان يمكن الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان اعلن ان هو في مجموعه من الوزارات هتنتقل من قلب القاهره. تمام. ويمكن يعني الوزارات اللي يمكن اول وزاره يمكن وزاره الداخليه هتروح التجمع الخامس، ومجموعه اخرى من الوزارات هيتم نقله. الحقيقه مفهوم الوزاره حتى بالديوان الكبير ده المفروض يتغير، المفروض يتقسم بقى، المفروض يبقى يتقسم. لان خلاص دلوقتي موضوع الكمبيوتر والانترنت والحاجات دي كلها بتتم خدمات تبقى مباشره عبر الانترنت بالظبط كده. فاحنا محتاجين نعمل حاجتين الحقيقه. الحاجه الاولانيه ان انا مش محتاج اي مصلحه تبقى في القاهره فقط، يعني ما ينفعش واحد من اسوان يجي لي عشان يقضي مصلحه في الرقم القومي لغايه دلوقتي الناس تيجي لغايه هنا والعباسيه في مجمع التحرير والكلام ده. يعني قول في ثوره الاتصالات ديت، يعني الكلام ده لا يجوز وما ينفعش. فدي نقطه. فبالتالي ما فيش حد بيخش لي القاهره يعني عشان يقضي مصلحه ويرجع. تمام. دي نقطه. انا قلت على نقطه ان احنا مش يعني برضو عايزين الناس يعني موضوع الهجره للقاهره عشان البحث عشان وظيفه. سؤال ساذج، هل مدى امكانيه ان فعلا دخول القاهره يبقى برسوم بشكل ما اعلى عشان تحد من حاجه زي كده، لو ناس مش من سكانها او البطاقه ما فيهاش الرقم القومي ما فيهاش قاهره او كده؟ هو
لا هي موجوده في بعض دول العالم بالظبط. ما انا بتكلم بالنسبه لنا احنا بقى كلفه يعني في كثير من بلاد العالم العواصم كلفه المعيشه في العاصمه بالظبط. وهي فعلا في القاهره دلوقتي اغلى بالظبط. كويس. وبالتالي هي لو بضوابط معينه اتصور ان موضوع ايه يعني الناس هتعيش يمكن ايه تفكر انها قبل ما تيجي القاهره ان هو نفس المرتب اللي يعيشوا في القاهره بالظبط ممكن يعيشوا احسن في مكان اخر. القاهره تبقى مكان يعني زي ما احنا عايزينها يبقى مكان خاص اللي عايز يتفسح يجي القاهره، اللي عايز يعني اللي عايز يتفسح يجي القاهره، يعني اللي عايز يجي يزور المتحف المصري، اللي عايز يجي يزور القلعه، عايز يزور الحاجات دي. بس ده كله زي ما بقول لحضرتك هياخد وقت. طيب لابد ان انا ننمي حضرتك. احنا المشكله ان احنا عندنا زي القاهره كده حاجه زي حاجه كده المتفرده. ويمكن انا دايما بقول كان البابا توادرس كنت قاعد معاه فبيقول لي جمال حمدان نقلا عن جمال حمدان يقول لك ان القاهره جسم حاكم والمحافظات جسد محكوم. عايزين العلاقه دي تتغير، عايزين العلاقه دي تفك شويه. دكتور اسامه عايز احط حضرتك للجزء الثاني ده. نموذج احنا خدناه بالنسبه للمرور ينطبق على كل المجالات اللي فيها مشاكل ملحه او غيره من اسكان او عشوائيات او غيره. الجزء الحساس جدا بقى بتاع ان انا عايز احط خطه، مش عايز افضل دايما بشتغل يوم بيومه. خطتنا بقى المستقبل عامله ازاي؟ احنا حقيقه عكفنا على وضع خطه من 6 محاور اساسيه سميناها القاهره 2030، واحنا لازم نفكر في اللي قدام عشان خاطر يبقى عندنا رؤيه للمستقبل. تمام. فاحنا القاهره هتبقى عاصمه رائده. تمام. هتبقى عاصمه رائده دي فيها تفصيل. دي فيها تفصيل. مقصد عالمي. حلو. مقصد عالمي للسياحه وللثقافه والفن. تتمتع بجودة حياة لسكانها والزائرية الاثنين مع بعض. تمام. تتميز بنظام إداري مستقل، واحنا عندنا هنا قانون العاصمة وابتدينا نشتغل فيه. حلو. تزدهر بكفاءات الشابة. حلو. دي النقطة الخامسة، لأن احنا طبعا عندنا كم من الشباب، وأنا أزعم إن احنا لغاية دلوقتي لم نستوعبه في منظومة التنمية. تمام. بعد. والحاجة الأخيرة المشاركة المجتمعية الفعالة. يمكن النهارده كنا في مؤتمر الصبح مع الدكتور محمد مرسي، وكان في جمعيات أهلية، وسمعنا إن في 43,000 جمعية أهلية في مصر. طبعا القاهرة لها الجزء النصيب الأكبر، ودي مشكلة كبرى كمان، لأن الجمعيات الأهلية دي في أوقات كتيرة جدا بيبقى في تضارب، ويعني ممكن يطلعوا ناتج أعلى بكتير جدا لو بتنسيق. مش عارف زميلنا العزيز حاتم خاطر هو المتولي العلقة دي بالظبط كده. تمام. طيب حضرتك دي الرؤيه المستقبليه جميله دي ست محاور اساسيه. حلو. جوه كل محور فيه تفصيل. حلو. كويس. وده في الاخر هينتهي لمجموعه من المشروعات. يعني احنا الخطه الاستراتيجيه بتاعتنا في الاخر هتنتهي لمجموعه من المشروعات. كل مشروع له صاحب وله مسؤول تنفيذ وله برنامج زمني. يعني المحور هيتحول لاهداف محدده بجدول زمني باونر، في واحد صاحب بيمتلكه عنده صلاحيه او سلطه او غيره. لان الفتره اللي فاتت حقيقه اتفتحت قدامنا يعني حاجات كتيره جدا وامكانات شديده جدا في القاهره. يعني انا مثلا كنت اظن ان القاهره ما بقاش فيها اراضي عشان خاطر يتم عمل مشروعات عليها. ولكن يعني بالبحث وطلعنا خريطه استثماريه للقاهره. يمكن هتعرض اخر الشهر الجاي في المؤتمر اللي هو موازير الاستثمار. جميل. خريطه استثماريه للقاهره. عندنا خريطه تراثيه للقاهره، لان احنا عندنا كم كبير من الاثار ما حدش يعرف عنه حاجه خالص. تمام. لدرجه ان المواطنين في بيوتهم يعني يقعدوا يحفروا، لدرجه ان لان ده واضح ان في كم من الاثار كبير جدا احنا اهملناه واهلناه كمان. تمام. في نفس الوقت. جميل. يبقى احنا دلوقتي الصوره بتتضح ان احنا عندنا رؤيه وعندنا محاور وعندنا المفروض خطه، والكلام ده بقى النقطه الحساسه اللي دايما بنختلف فيها مع المسؤولين. وضوح هذه الرؤيه للمواطن اللي هو تحت ضغط غير طبيعي. في واحد كلمنا مره قال انا مواليد عشوائيات، بقالي 39 سنه عايش في الدنيا بطاقتي فيها عشوائيات. فالناس دي شبعت من الكلام، ورؤيه تقول لي كمان 10 سنين ولا 15 سنه بالنسبه له ده ضرب من ضروب الخيال. الخطوه اللي جايه بالنسبه له الناس دي بنعمل ايه عشان نطمنه نفهمه نصبره نعيشه؟ حضرتك لو تقول لي المحور ايه واقول لك احنا بنعمل ايه. مثلا لو حضرتك قلت العشوائيات عشان حد بقى له كذا 30 سنه في العشوائيات. العشوائيات كانت يعني في تقديري كانت في تجربتين في العشوائيات في الفتره اللي فاتت. اتصور تجربه منهم ناجحه وتجربه منهم مش ناجحه. التجربه الناجحه انك بتطور الناس في نفس اماكن معيشتها. تمام. بتكسب حاجتين. اولا بتدي المواطن اللي ساكن في العشوائيات عيشه كريمه بخدمات ومستوى لائق من المعيشه. الحاجه الثانيه ان انت بتطور المكان، لان احنا يعني منظر العشوائيات اللي حضرتك بترفع الطريق الدائري حقيقه منظر حقيقه مؤلم بشكل غير طبيعي. ابتدينا ندهن بالمناسبه ندهن بعض الاماكن عشان خاطر حاجات الطوب الاحمر دي بالتنسيق مع بعض جت. انما فكان ده كان طريقه للحل. والامثله الناجحه فيها هو مساكن زينهم ومشروع مساكن الدويقه اللي هو بيسموه مساكن ابو ظبي. دول تجربتين ناجحين. طورنا المنطقه في نفس المكان، ومش هدعي ان انا طورت يعني من قبلنا طوروها. تمام. جميل. وفي حل تاني برضو اللي قبلنا عملوه، اللي هو موضوع ان انا اخد الناس وراح حاططها في مناطق جديده، حاططها في حته بعيده جدا. تمام. بعيدا عن التركيبه الاجتماعيه بتاعتها، عن مدارس ولادها، تقريبا رميته في الصحراء. فبيكون النتيجه ان هو بيروح يبيع الشقه، يبقى انا خسرت ثمن الشقه، هو ويرجع لي تاني في نفس المكان. هي طبعا بدون حل متكامل المناطق الجديده دي ملهاش حل. طيب
انا هاخد حضرتك في اتجاه تاني، ان بيجي لنا رسائل، ففي ناس طبعا بيتكلموا على بيقول لك حلول تبقى مش بس اتوبيسات ضخمه وتاخد مساحه، لكن نتكلم عن ميكروباصات اكتر زي سوزوكي او غيره. في حد هنا بيسال حضرتك بيقول محطه قطار وجه بحري وقطار وجه قبلي اللي هم في قلب القاهره، هي الجيزه ورمسيس، تغيير اماكنهم او حاجات من هذا القبيل، هل بنبص على حاجه زي كده ولا؟ لان دي في قلب القاهره المحطات دي كمان. يعني انا كان حد اقترح مثل هذا الامر، بس احنا عندنا جهاز اسمه جهاز التنسيق الحضري تحت اشراف السيد وزير النقل، كل حاجه بخصوص القاهره الكبرى بتصب هناك. لا هذا الموضوع وان كان انا شايفه فكره جيده انما غير مطروح حاليا، غير مطروح ان انا انقل كلفه الحاجات دي برضو نقلها مش بسيط، عشان انا محطه الجيزه يعني اخرجها بره شويه او محطه رمسيس برضو اتصور يعني ده لا مش مطروح في الوقت، انما هي فكره يعني طيب جديره بالاهتمام. السؤال الثاني، في افكار كتير جدا بتبقى عند الناس وافكار ايجابيه وغيره، وفي شكاوى كتير عند الناس، حته التواصل بشكل مؤثر مع المحافظه، والمحافظه زي ما حضرتك قلت ده ديناصور رهيب، كميات غير طبيعيه من البشر والمسؤولين على درجات متفاوته من الكفاءه. الناس عارفه الوسائل الوصول والاتصال بالمحافظه بكل اجهزتها، وبتسمع رد مقنع او شايف مشاكلها ولا ايه من وجهه نظرك؟ شوف حضرتك بالنسبه انا يعني لو بنتكلم على الشكاوي المواطنين، طبعا احنا عندنا خدمه مواطنين، ويمكن احنا المحافظه رقم 1 على مستوى مصر في التفاعل مع شكاوى المواطنين. تمام. فوق عن 99% نسبه اللي هي ده تقرير مجلس الوزراء. بس تعريف التفاعل اللي هو ان انا برد عليهم ولا بستجيب بحل المشكله؟ ده انما احنا كنا حتى في الشهر اللي فات نسبناه، لا احنا بنرد يمكن على فوق يعني بننفذ يمكن فوق 85%، وبعض الحاجات الثانيه طبعا بنرد بس ما يبقاش الرد الايجابي اللي هو المواطن عايزه. تمام. لان ساعات المواطن بيبقى طالب حاجه، يعني مواطن جاي عايز لي شقه او كشك عايز لي طيب فبس زائد ان احنا عندنا خط ساخن اللي هو 94 زائد عندنا وعندنا 114 دي خصوص ساكنه، زائد ان احنا عندنا الويب سايت بتاعنا. جميل. دي كلها حاجات ممكن التواصل. طب احنا برضو يا جماعه نحط الكلام ده على الصفحه بتاعتنا من اهل مصر دلوقتي حالا، وبرضه لسه لازلنا احنا الوقت بيطير طبعا مع سياده المحافظ، لكن بناخد وزي ما انتوا واخدين بالكم احنا بنحاول قد ما نقدر بنتكلم في الحاجات الخطوط العريضه، لان لو اتكلمنا في مليون مشكله فرديه مش هتحل هنا، لكن في وسائل كتير احنا نعملها. الاكبر تحديات حضرتك بتواجهها كمحافظ القاهره دلوقتي اللي انت محتاج سواء دعم من وزارات او جهات اخرى او دعم من المواطنين عشان تجيب نتيجه فعليه؟ انا لازم اعمل مقدمه صغيره دايما. فضل. لابد التنميه تتم على مستوى مصر عشان مشاكل القاهره تتحل. مشاكل القاهره عشان تتحل لابد ان انا انظر بره القاهره. انا دايما بقول كده بس لازم اقوله في الاول لان هي هو ده اللي انا مقتنع بيه. انما اكبر مشكله عندي جوه القاهره مشكله العشوائيات. القاهره يعيش فيها من 40 ل 45% من سكان القاهره يعيشوا في العشوائيه. يا خبر. العشوائيات دي هي حول القاهره وداخل القاهره في بعض المناطق اللي هي يعني مدتها الزمنيه يعني بقى لها يعني احيانا 300 و 400 سنه. المشكله الكبيره جدا انك طبعا عشان خاطر هذا العدد من البشر اللي هو يمكن يصل الى 4 مليون عشان خاطر تعمل لهم يعني اولا تعمل تطوير. احنا اتفقنا خلاص مش هنهجر حد، انما عشان خاطر تطور اماكنهم طبعا عايز فلوس وعايز تعمل تجربه هناك عشان الناس تقتنع، لان مفيش مصداقيه. الناس بتفتكر دايما انك عايز تاخد منهم حاجه وان يعني تخرجوا من الارض دي وتضحك عليهم، وان انت ما انتش صادق. احنا عايزين نعمل تجربه الحقيقه، تجربه تبقى مقنعه عشان الناس تتفاعل معانا. الناس لما تتفاعل معانا احنا بندهن دلوقتي على الاوتوستراد، الناس متفاعله معانا جدا، شايفانا بندهن مبانيها، يعني ما بيدفعش حاجه فعلا بنعمل الدوله هي اللي بتدهن مباني الناس. ايوه حضرتك دلوقتي احنا في اسمه ايه في عزبه خير الله اللي هي في البساتين. تمام. يمين وشمال الطريق حضرتك هتلاقي دلوقتي احنا دهنا حوالي 400 متر واجهات باللون ما بين الاصفر وما بين اللون الطوبي. والنهارده كنا موجودين الصبح والناس بنشغل الناس اللي هناك بنديهم شهادات، فبنشغل عماله وعماله كثيفه. ده بالتنسيق اللي كانها زي عماله مؤقته وبياخد مكافاه عليها او غيره في خلال الوقت، بياخد فلوس طبعا. جميله ما شاء الله. وبياخد شهاده. وبعدين احنا عايزين الفكره تنتشر ونفسنا الحقيقه ان المواطنين كل الناس ساكنه في بيت كده ومن بره طوب احمر ان هم يتصدقوا علينا وخلال حضرتك وينزلوا يدهنوا من بره. انا اللي بيوجعني حضرتك ان حاجه زي كده، وانا ازعم ان انا من الناس اللي بيقروا بيتابعوا كل حاجه طلعت جاهل فيها ما عرفتهاش. فليه ما تنزلش حاجه زي كده على الانترنت تحت عنوان فضيحه كبيره في عزبه خير الله عشان الناس يفتحوا اليوتيوب يقول لك ايه الفضيحه دي، لا الله ده الناس بتشتغل وبتدهن. الوصول بالرساله الاعلاميه ومع كل الاحترام لان في تعتيم اعلامي او رسائل اعلاميه مختلفه، لا انا لازلت عند رايي المتواضع ان ده مسؤوليه الفاعل اللي بيقوم بالعمل، لازم يوصل للناس. صحيح. احنا عندنا قصور، لازم الواحد يقول احنا عندنا قصور في الجزء الاعلامي. احنا بنعمل شغل كتير وعندنا ناس الحقيقه مخلصه وشغاله ليل نهار. يعني في بعض الناس 24 ساعه بيتكلموا على لاسلكي بيرد عليك وبيستجيب للخدمه المطلوبه منه.
انما عندنا فعلا قصور في الناحيه الاعلاميه ومحتاجين نشتغل عليها شويه. تمام. الجزء المهم جدا كنا لسه بنتكلم ان ده مش تقليل من الناس اللي موجوده عشان بس ما حدش يزعل. لا طبعا، بس هي دي نقطه حقيقيه. احنا محتاجين حقيقه ان احنا يعني يبقى يعني نعلن عن الاعمال اللي احنا بنعملها بشكل اوضح يعني. في بؤر معينه او مناطق معينه نعتبرها مناطق الخطر اللي هن فيها نسبه بطاله عاليه جدا والعشوائيه يعني متركزه فيها بشكل غير طبيعي. هل في برضو زي ما نقول خطط عاجله اكتر عشان معالجه المناطق دي ولا كله ماشي بنفس السرعه؟ والله يعني احنا مركزين على احنا عندنا في التصنيف بتاع العشوائيات في مناطق الخطوره الداهمه. الخطوره الداهمه يعني الناس اللي عايشه فيها يعني فيها خطوره على حياتها. دي الاولويه رقم 1 بالنسبه لنا مع صندوق تطوير العشوائيات. احنا يعني شغالين دلوقتي في مشروع رائد ان شاء الله يتم، هيبقى في منشيه ناصر، وهنبدا في كذا منطقه 3 4 اماكن على التوالي. تمام. على التوازي عفوا. ان احنا بنطور نفس المنطقه، عايزين نعمل نموذج ناجح عشان الناس تبتدي تتفاعل معانا. توقع ان منطقه زي دي مثلا زي ما حضرتك بتقول عليها تخلص في وقت، تخلص يعني معناها اتطورت اتحولت الناس رجعوا ساكنين فيها وقت قد ايه؟ بص حضرتك انا يعني وقت ما عنديش خطه زمنيه لان انا بتكلم على مدينه كامله انت عايز تحلم، ولكن انا بتكلم على منطقه مثلا مناطق الخطر الداهم مثلا، لو عندي جدول زمني ليها المنطقه دي تحديدا ده ممكن ده يخلص في سنتين ولا حاجه. سنتين. خلي بال حضرتك ان انا بالنسبه لي ان انا عايز اعمل النموذج. تمام. والنموذج الناجح مجرد ما النموذج الناجح يتعمل والناس تبتدي تتفاعل معاه هو ده بالنسبه لي النجاح. يخلص امتى؟ ان شاء الله يخلص بسرعه، بس الفكره انك تكسر هذه الهوه اللي ما بين المواطنين وما بين الحكومه، يبقى لنا مصداقيه معاهم، نطلع قماش وفي نفس الوقت اعمل حل هو يتفاعل معاه. انا حاجه ملموسه. الحلول القديمه زي ان انا هجرهم دي حل المواطن لا يتفاعل معاه، مش منطقي ومش ادمي، وبالتالي ما توقعش ان الراجل يبقى معاه او يبقى استجابه جيده. دكتور اسامه رسالتك الاخيره في الحوار، الوقت عدى بسرعه جدا معانا، لكن رسالتك حضرتك تحب تقول ايه في الاخر؟ انا الحقيقه نفسي اقول رساله للمواطنين ان اولا احنا متفائلين جدا بالمستقبل، احنا بس عايزين نستحمل شويه. احنا في الاخر دول عالم ثالث، دول ناميه، امكانياتنا محدوده، عايزين نعيش على قد امكانياتنا شويه كمان. احنا استحملنا كتير، شويه كمان ونتحرك وننتج. مش معقول دخلنا هيزيد من غير ما ننتج. لابد ننتج وبعدين يعني بالظبط كده لابد نملك قوتنا. لابد ان احنا نتحرك، لابد ان احنا نرجع تاني يبقى عندنا العادات الجميله اللي هي ان احنا يعني بنخاف على بعض وبنخاف على مصلحه البلد، وان الشارع ده ما هواش صندوق الزباله الكبير بتاعنا. وان المواطن اللي ساكن جنبي مش اقعد اتنافس معاه يا الحاجه يا انا ياخدها هو اللي ياخدها. لابد نرجع تاني يبقى عندنا قضيه الاحساس بالحاجه العامه. ما عندناش احساس بالحاجه العامه. الحاجه العامه دي احنا بنتصور ان هي دي مش بتاعت حد. لا انا دلوقتي اللي بيعتدي على ارض دوله ارض زراعيه دي بتاعتنا كلنا، بتعتدي على حاجه مش بتاعتك. جميله يا دكتور. فاحنا عايزين احنا الفتره اللي جايه عايزين نتواصل كلنا، احنا ومؤسسات المجتمع الحكومه ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وحتى الجهات الخارجيه المانحه لو في حد عايز يساعد اهلا وسهلا عشان خاطر نبني بلدنا. عشان نعمل كده لابد نتعب شويه ونستحمل شويه. احنا المثل الشعبي بتاعنا يقول لك القفه ودنين يشيلوها اثنين، اللي هي الحكومه والمواطنين. اجانب دلعوها شويه قال لك التكس تو تانجو، اثنين يرقصوا مع بعض تانجو. عايزين نوصل لمرحله الرقص. دكتور اسامه كمال حافظ القاهره، شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله دايما تجي لنا تاني نكون بنتكلم على انجاز زي ما حضرتك قلت نموذج على الارض نجح وبنطبقه في اكتر من حته ان شاء الله. شكرا. انا متشكر، والحقيقه كنت عايز اقعد اكتر من حته اقول حاجه، انما يعني مره ثانيه ان شاء الله. يعني احنا مش عارفين نعمل ايه في اعلاناتنا يا جماعه، بس يعني مره ثانيه ان شاء الله لازم نقعد اكتر من مره مع حضرتك ان شاء الله. وانا بهنيكم على نسبه مش المشاهده، نسبه السمع العاليه جدا. الحمد لله يا رب. كلنا واحنا قاعدين في عربياتنا بنسمع راديو مصر، فان شاء الله من نجاح الى نجاح ان شاء الله. وانتم الحقيقه بترسلوا رساله ايجابيه، احنا الحقيقه طالبين هذه الرساله الايجابيه في هذا الوقت. تمام. كله خير ان شاء الله. ارجعوا لنا ان شاء الله بعد الموجز، هنتكلم بقى على البورصه وعندنا شويه حاجات بس نرد على رسائلكم، جات لنا حاجات كتيره جدا نتكلم عليها باذن الله من اهل مصر. ومكملين معاكم من اهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. اهلا بيكم مره تانية. الوقت بيطير معانا، بعتذر بشده على كده، وبعتذر لكل الناس اللي حاولوا يكلمونا في الوقت ده. وكان في مكالمه جت من صديقنا العزيز الباشمهندس محمد، اتصل وكان كلم وسام، وليه فكره جميله جدا على فكره عجبتني قوي، ان هو بيقول ان احنا المفروض قبل ما المسؤول يبقى معانا او يعني نجمع كل المقترحات والشكاوى والموضوعات اللي تخص المسؤول، ومش لازم هو يجي لنا في الاستوديو،
ناخد الحاجات دي كلها ونروح بيها عن طريق مثلا لو المحافظ بنتكلم مع ديوان المحافظه او غيرها نشوف تعمل ايه. متفق معاك جدا يا باشمهندس محمد، دي فكره جميله جدا، بس انا عايز اضيف عليها برضو فكره ان المسؤول يبقى قدامنا هنا، لان زي ما قلت لكم في الاول عايز يا جماعه اطمن في بعض الاوقات ان في خطه، ان في ناس فاهمه المشكله جايه منين وعارفه ان في حاجات ملحه وعارفه ان في حاجات طويله الاجل وغيره، ودي نقطه مهمه. معانا على التليفون حاتم اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا حاتم؟ اتفضل. الحمد لله. والله انا كان عندي مقترح كنت عايز اتكلم فيه بالنسبه للمرور. احنا كلنا كنا بنقول ان احنا عايزين نخفف المرور وزياده المرور والكلام ده كله. تمام. احنا لو لاحظنا، انا ساكن في اكتوبر، لو لاحظنا ان احنا اي حد رايح في يعني نازل المحور هتلاقيه هو راكب في عربيه لوحده. تمام. احنا لما نيجي لو سالنا هنقول ليه الناس دي قاعده ليه في كل عربياتهم؟ صح. طب ليه الناس دي مش عايزه تروح تركب بالميكروباصات؟ هنفكر بالراحه كده. اللي بيركب الميكروباص ده بيتشاهد 3 مرات 4 مرات في الطريق. تمام. ليه؟ الراجل بيمشي بسرعه جدا. الراجل دوت بيعلق كاسيت بطريقه جنونيه. صح. الراجل دوت في كذا مساوئ من هنا للصبح. تمام. اوكي، فايه الحل؟ اللي احنا نشجع الناس دي تركب ميكروباصات. طب احنا نفكر في ايه؟ انا فكرت في حاجه صغيره جدا. اللي احنا نفكر ان هو الراجل دوت لو عملنا جمعيه سلوك دي للميكروباصات، اول حاجه بتستهدف الميكروباص ان الناس دي تبقى ازاي تخلي يبقى سلوكه كويس. تمام. يقدر ان هو يوافق الناس ان هي تقعد معاهم. اداب القياده العامه اللي المفروض الناس تبقى موجوده عندها بالظبط. جميل. انا اتكلمت مع الميكروباصات، احنا مستعدين. طب انا هخلي لك تعمل الكلام ده كله وهدي لك فلوس. هتقول لي هتمول الموضوع ده ازاي؟ اقول لك على حاجه، احنا في كذا فكره انا حاطها في دماغي وبدات نتكلم فيها. اللي احنا نتكلم والله شركه دعايه بتحط اعلانات على ايه؟ على الميكروباصات. حلو. وهتاخد فلوس. الميكروباص دوت لو هيوافق ان هو اوكي. ولو انت هتربطها بالميكروباص اللي هو عدى هتقول زي دوره تدريبيه لحاجه زي كده وبقى فعلا مؤهل يعملها مثلا. بالظبط. لا وهيبقى في متابعه معاه بالظبط. جميل قوي. هيبقى بوينت. جميل. هو وصل لبوينت ان هو ليك استحقاق في الشهر ده. جميل. انت في كذا شكوى ان حصل فيك اللي انت كذا، واحنا مش هنسيب الموضوع ده. لازم الجمعيه حاتم انا هطلب منك عشان وقتنا ارجوك معلش تبعت لنا التفاصيل دي على صفحتي في رساله على الصفحه بتاعتنا اللي هي بتاعت من اهل مصر، ان الفكره دي جميله جدا وعايزين نبني عليها كمان. انا كان نفسي ان هو حد يتبنى الموضوع ده، وانا تليفوني موجود معاك. طيب جميل. وهرجع لك تاني ان شاء الله يا حاتم باذن الله، وموضوع جميل جدا. وانا يا جماعه بحب جدا، شكرا يا حاتم قوي، بحب الناس اللي هي عندها افكار. انا عايز اعدي في حته صغيره النهارده. البورصه عندي فيها حاجات منوعه. اولا كنت عايز احط في البورصه النهارده الرئيس دكتور محمد مرسي ناحيه ايجابيه الزياره اللي هو عملها لاثيوبيا وكده، لكن زي ما احط في الايجابيه احطها في الناحيه السلبيه، لان النهايه بتاعت زياره اثيوبيا من اسوء ما يمكن بالنسبه لنا، التوقيت وكل حاجه. مش عايز حد لو سمحت يقول لي كالعاده تراكمات ايام مبارك عارفينها، ومبارك قاطع افريقيا كلها عشان تشائم بعد ما حاولوا يقتلوه في اثيوبيا. بس بعد كده حصل ايه يا جماعه؟ بقالنا سنتين عارفين مخاطر اثيوبيا، عارفين كل حاجه، مفيش اي خطوه ايجابيه. اسرائيل بقالها سنين طويله بتشتغل، ورثت كل اللي عملناه سنين طويله مع شركه النصر للاستيراد والتصدير، مع المقاولين العرب، مع حسن علام، اللي بنوا افريقيا كلها، واللي كانوا بيشتغلوا ما بين مخابرات وما بين امن وما بين اقتصاد وما بين اعلام وبين دعايه لمصر وما بين رباط وثيق في مشروعات طويله الاجل مع البلاد دي. فموقفنا النهارده بعد ما حصل ده معناها فشل تامل في الاداره لاخر سنتين، نتيجه سيئه وصوره سيئه جدا يعلن في نفس الوقت. يعني احنا ما بنلعبش سياسه خارجيه خالص يا جماعه. نتكلم برضو على القصه اللي هي بتاعه البورصه. عندي الاهلي والزمالك، اسف اقول كده بقى، لان بعد ما فرحنا وقلنا يا سلام والاهلي يوافق على اللائحه، الاهلي استنى اسبوع كده قال لك الله ده الناس الثانيه بتعترض على اللائحه اللي هي بتاعه 8 سنين، طب ما اعترض انا كمان، وقال لك مش لاعب والزمالك مش لاعب، والوزير رجع في كلامه. حاجه تكسف. هو احنا كل واحد فينا عايز يخلل في مكانه لغايه لما حرام يا شباب. حاجه ايجابيه بقى في البورصه عندي، معلش هاخدكم شويه حاجات في البورصه النهارده. في على اخر المحور وانت نازل عند الدائري داخل على ميدان لبنان حفره جميله جدا، كل يوم بتختفي فيها عربيتين تقريبا، يعني بتخش بالعجله القدامانيه ما بتطلعش. الحفره دي اول امبارح لقيتها اتعملت، الله اكبر. كملت بعد كده على كوبري 15 مايو برضو في مش مطبين، يعني في عائقين كده عاملين زي خط بارليف بالظبط تقريبا بتاع 73 بسم الله ما شاء الله، اتشالوا سفلتوا الطريق. حاجات بسيطه تحس ان في حد عارف انت عايز ايه. ابن حلال اللي عملها بشكره، ما اعرفش اسمه، هرجع لكم تاني ان شاء الله. لسه عندنا شويه حاجات ولا لسه شويه وقت ان شاء الله. وسام قال لي النهارده مش هنحط اعلانات خالص على فكره، فحطينا 92,000 اعلان. ارجعوا لنا من اهل مصر كمان شويه باذن الله. ومكملين معاكم من اهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. مرة تانية رسائلكم على 91170. مجدي ميخائيل شكرا على كلامك جميل جدا. حد تاني بقى بيقول البرنامج لازم يكون 3 ساعات والاعلانات والاغاني اقل والضيوف والاسئله تاخد حقها. والله دي صعبه جدا، مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس عمليه عصيبه جدا معانا. جهاد متولي بيقول ان احنا لازم كان المحافظ
يوضح المراحل ويتم تحقيقه. هو ما قالش حاجه محققه. الجميل في موضوع جهاد كان بعت لنا رساله يوم 8 ابريل بيقول انا مبسوط جدا باللي انتوا بتقولوه، هكلمكم اول ما اركن. تتخيلوا الراجل من 8 ابريل لسه يا جهاد ما ركنتش لغايه. عمليه صعبه جدا. معانا نبيل على التليفون. استاذ نبيل اهلا بيك معانا. ازيك يا حبيبي؟ الله يسلمك. ربنا يخليك. ازيك يا نبيل؟ انا برضو الحمد لله يعني مبسوط قوي من اللقاء بتاع النهارده. جميل. وكنت بتمنى بس لان انتوا عملتوا في راديو مصر كده بسرعه لقاءات كتير جدا مع مسؤولين. تمام. كنت بتمنى ان احنا نجمع كل الافكار اللي اتقالت من الناس ونبعتها لهم ونشوف ايه بس ردود الافعال عليها. فكره عبقريه يا نبيل. وانا اوعدك ان انا شخصيا الحاجه اللي جت وصلت عندي هجمعها لازم. شكرا. زي ما حاتم كان بيتكلم من شويه. شكرا جزيلا يا نبيل. فكره جميله ومحتاجين نجمع الحاجات دي فعلا. عايز اشكر ناس كتيره بعتن لنا. زياد محرز برضو كان زعلان على الاعلانات الكتيره والقطع. وسوما رشوان بعت شويه افكار جميله جدا. وياسر رفيق عنده افكار كويسه برضو. عندنا افكار جميله الناس كلها. وزيزو محمد برضو وعمر علي وطارق زيدان. الناس كلها بتحاول تشارك بافكار واعتقد هو ده الحل الاساسي. وفي بعض الناس يقول لي انا ماليش دعوه انا ما طلعش افكار المسؤولين هم اللي يعملوا. انا عايز اقول لك تاكد مفيش فرق بينك وبين اي مسؤول اطلاقا. خدوه من دار للنار وامكانياته زي امكانياتك بل انت ممكن امكانياتك ممكن تبقى احسن لان بره الملعب شايف الصوره احسن في بعض الاوقات. يعني عايز اقول لكم كلنا نحاول عشان لو سبناها لمجموعه معينه في مكان معين الدنيا مش هتخلص خالص. فانا بكون واقعي جدا معاكم في القصه دي. معانا الاستاذ محمد بنهاوي على التليفون. استاذ محمد اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك. اتفضل يا بيه. يعني هو باختصار شديد الفكره انه المفروض المشاركه المجتمعيه لحل تمام مشاكل الزحام في القاهره. جميل. يعني على سبيل المثال الفكره ببساطه يعني انه معظم الناس اللي ساكنه في شمال او في جنوب القاهره تمام. شغاله بالعكس. يعني هو ساكن في مكان وشغال عكس تماما. بالظبط. فانا يعني جات لي فكره متواضعه ان احنا نشير الاماكن دي بيننا وبين بعض ونحاول نبدل. بمعنى انا ساكن في شقه مثلا مساحتها 120 متر. حلو. في القاهره الجديده وشغال في 6 اكتوبر. حلو. ايه المشكله ان انا اعلن ان انا محتاج شقه بنفس المواصفات. حلو. في 6 اكتوبر وانقل اولادي مدارسهم في 6 اكتوبر والله عايز اقول لك فكره جميله يا محمد جدا. وممكن تبقى حتى معموله كانها مش هتبيعها يبقى كانه ايجار جديد او حق انتفاع متبادل لمده معينه. بالظبط. لو انا مأجر الموضوع هيبقى سهل. هنقل. لكن لو انا شاري شقه ايه المانع ان انا انقل ابيع دي واشتري واحده ثانيه وهكذا. صح. فكره جميله جدا يا محمد. وبرضه عايزين يا جماعه حلول غير تقليديه لان الوضع عندنا صعب جدا. شكرا جزيلا يا محمد على المساهمه الحلوه دي. هناخد فاصل نرجع لكم اخر جزء وهنقول حاجتين صغيرين برضه من ارائكم. هوعدكم بكره ان شاء الله الحلقه كامله بتاعتكم. احنا اتفقنا خلاص ان احنا كل يوم خميس هيبقى حلقه بتاعه اهل مصر بالكامل. انتوا اللي هتتكلموا تكلمونا ارائكم وكل تعليقاتكم اللي انتوا هنشارككم معاها بيها بكره ان شاء الله. بس هقفل معاكم الحلقه بحاجه مؤلمه حصلت معايا النهارده الصبح. استاذنكم فيها ان شاء الله. ارجعوا لنا بعد الفاصل على طول باذن الله. ومكملين معاكم من أهل مصر مع خالد حبيب على راديو مصر 887 FM. فانا برضو عايز اوضح عشان يبقى الصوره واضحه. لما انا قلت طبعا بالنسبه لوليات الامر اللي هم الامهات اللي هو مع الاطفال في حمام السباحه ومع المدربين الله يكون في عون المدربين. طبعا انا بمسح الكلام ده تماما لان دلوقتي جات لي رساله ان الامهات سمعوا وقال لك هو عارف ازاي. وبعدين دول يعني ده نادي بتاع ظباط. فطبعا احترامي عالي جدا للظباط. فانا عايز اعمل استدراك. لا يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه في المدربين طبعا لان ده استدراك بدل ما يكون في استهتار مني فادفع ثمنه طول العمر بعد كده. لا زلت انا محترم جدا الظباط والحاجات دي. ما بنزلش اضرب مولوتوف لسه. فانا يعني وضعي مختلف شويه لكن ما علينا. طبعا عايز اقول لكم بس هقفل بحاجه بسيطه جدا. اولا اخر حاجه عندنا في البورصه هي قصه الغاء الهبوط. فجاه كده كل النوادي اللي هتنزل درجه ثانيه قررت ان هي عايزه ترفض النظام بتاع الهبوط رغم ان اتفقت عليه من الاول. نفسي يا جماعه اللي نتفق عليه اي قاعده لعبه نكملها لغايه الاخر. واحترامي الشديد للاهلي امبارح من ناحيه ثانيه بعيد عن ادارته اللي هي رجعت في كلامها وحاجه بلدي جدا. لكن فريق كوره بتاع النادي الاهلي امبارح بيلعب مع المحله معرضه للهبوط. الاهلي مش محتاج الماتش مغلوب 1-0. الاهلي بيلعب لغايه اخر دقيقه وبيكسب في الاخر. حلو جدا الجديه والالتزام. ندي صوره ان احنا عايزين نعمل حاجه. وانا اهلاوي بس مالهاش دعوه على فكره. ولن اعلق ان الزمالك اتغلب لانه عمل احسن ما عنده. يعني دي مالهاش دعوه خالص. ما تضحكش يا وسام. انا ما بقصدش اي حاجه. الزمالك على عيننا وراسنا عشان تبقوا فاهمين. طيب اخر حاجه هسيبكم معاها. النهارده الصبح ما بداش بدايه جميله جدا. الصبح جات لي رساله. انا اسف ان انا انهي بحاجه زي كده بس وجعتني يعني. فجات لي رساله من حد الصبح صديق على الفيسبوك بيقول لي لو ممكن على الصفحه بتاعتك فيها ناس كتيره وكده تكتب كده رساله محتاجين حد يكون فصيله دم علشان يتبرع بفص من الكبد
حته صغيره جدا من الكبد، والعمليه هتاخد اسبوعين وبسيطه ومش عارف ايه، ان في حد في مستشفى في العنايه المركزه ومحتاج لازم يعمل عمليه في خلال 3 أو 4 ايام. وقلت له لا تحت امرك، واول لما اوصل المكتب هتبقى الساعه 9، فيبقى حتى الناس صحيت عشان انشرها ويبعتوها لبعض وربنا يسهل وكده. وعلى بال ما وصلت المكتب ولسه هكتب، لقيته بعت لي رساله قال لي ان توفاه الله الراجل. كل يوم في مليون واحد بيموت وانت ما بتعرفش عنهم لانهم مش قريبين منك، لكن انا عشان عرفت وجعتني قوي، حطيت نفسي مكان اهله. كانت اخته كلمتني عشان تديني معلومات، كانت يعني مرعوبه وخايفه وحاجه، ربنا ما يحكم على حد. قلت اقل حاجه ممكن اعملها، سالت على اسمه، ما كنتش اعرف اسمه حتى، وسالت على اسمه. هطلب منكم بس تدعوا له النهارده، تدعوا له بالرحمه وتدعوا لاهله بالصبر. المرحوم احمد سامي علي وجعني، وربنا ما يوجع قلب اي اب او ام او اخت، ويهون على الناس كلها. اشوفكم على خير ان شاء الله. بكره يومكم على راي علي ما بيقول لي انتوا ضيوف بكره، وانتوا الحلقه كلها بتاعتكم دايما من اهل مصر، ويا ربنا يكرمنا وينور الدنيا ويروق الحال والبال ان شاء الله. تصبحوا على خير.